السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور طارق شكري أبو علو، استشاري أول جراحات المناظير المتقدمة، صاحب والمدير التنفيذي لعيادات تالا التخصصية. بدأت فكرة تالا كلينكس لما كنت بشتغل بره مصر وشفت إزاي المنشآت الطبية سواء مستشفيات أو مراكز طبية أو حتى عيادات خاصة بيقدموا خدمة للمريض على أعلى مستوى من الجودة بكفاءة وبسرعة عالية. في نفس الوقت المنشآت الطبية دي بتوفر كل سبل الراحة للطبيب علشان يشتغل ومعاه أعلى تكنولوجي ويقدر يخرج أحسن فايدة عنده، وكل ده في الآخر بيصب في صالح المريض. وقتها حبينا ننقل الفكرة دي لأهالينا في مصر بحيث إن احنا ننقل لهم الخدمة الطبية بنفس الجودة والمستوى العالي اللي موجود في أي كانت البداية باختيار الموقع، واخترنا أفضل موقع موجود في دمنهور، موجود في شارع عبد السلام الشاذلي في أبراج ساج بلازا قدام النادي الاجتماعي. مكان سهل الوصول جدا ليه بمواصلات من كل حتة، وكمان حوالينا ساحات انتظار وأماكن انتظار سيارات تكفي الأطباء كلها. اللي هيجي بعربيته هيركن عربيته بمنتهى السهولة ومش هياخد وقت، وتسهل على المرضى انهم يوصلوا للمكان بدون اي خطوة. ان احنا نجهز المكان، جهزنا المكان بفرش فندقي فاخر جدا، قاعات انتظار، عندنا 4 قاعات انتظار مكيفة بالكامل تستوعب كل المرضى واهلهم، وكل الناس اللي هتيجي هتكون قاعدة مرتاحة في المكان ومش متضررة. عيادات تالا التخصصية مستوفية كافة اشتراطات الامن والسلامة، التراخيص الطبية الكاملة، شبكة الاتصالات، الانترنت، برنامج الإدارة، برنامج المحاسبة، ملفات المرضى، وكل ده تحت إشراف فريق عمل على أعلى مستوى من التدريب والخبرة. بتضم كافة التخصصات الطبية، يعني في كل وقت في أكتر من تخصص موجود. المريض لو محتاج استشارة أي تخصص تاني غير الدكتور اللي هو جاي له بيكون موجود بدون المريض ما يتحرك وبدون ما يروح له مكان. وكمان عندنا معمل جاهز على أعلى تجهيز تحت إشراف استشاري التحاليل الطبية دكتور لمياء أحمد المسيري، وده بيخدم المرضى وبيوصل لهم أدق النتائج في أسرع وقت ممكن. وكانت الخطوة اللي بعدها التسويق. تعاقدنا مع شركة من أكبر شركات التسويق في المنطقة، وده علشان نقدر نوصل رسالتنا للناس كلها. وبدأنا نعمل تعاقدات مع شركات التأمين سواء شركات خاصة أو شركات حكومية، وده عشان نقدر نوصل خدمتنا لأكبر شريحة من المجتمع. علشان كده أسسنا تالا كلينكس، لأن المريض المصري لا يقل أهمية عن أي مريض تاني خارج مصر، ويستحق الخدمة الطبية بجودة عالمية وعلى أسس طبية سليمة.